السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة اليوم العالمي للبصريات نقدم لكم علامات تدل أن الطفل لديه مشكلة في النظر أو مشكلة في العين. بداية عند ولادة الطفل وإلى أن يصل عمره إلى أسبوعين لا يكون هناك تكون للقناة الدمعية، فإذا لاحظنا خروج إفرازات من العين فهذه علامة قد تدل أن هنالك مشكلة في العين. إذا لاحظنا أيضا سقوط الجفن العلوي إلى أن يغطي حدقة العين، طبعا هذه تمنع استمرار النمو وتمنع دخول الضوء إلى العين، وقد تؤدي مستقبلا إلى الكسل. إذا لاحظنا وجود لون غير اللون الأسود في حدقة العين هذه علامة واضحة. إذا لاحظنا أيضا وجود هزة أو حركة غير منتظمة في حركة العين هذه أيضا علامة واضحة. إذا لاحظنا عند الطفل كثر الفرك أو الترميش أو تصغير العين أو تكبيرها عند التركيز أو تصادم الأشياء أثناء المشي، أثناء طلوع الدرج والنزول يكون المشي بحذر. إذا لاحظنا أيضا عند الأطفال الكتابة في خط غير مستقيم أو نقل الأشياء من السبورة أو من الكتاب بشكل خاطئ، هذه كلها علامات واضحة تدل أن هنالك مشكلة عند الأطفال. طبعا نحن ننصح دائما أن يكون في فحص دوري للطفل 3 مرات، المرة الأولى عند عمر 6 أشهر، المرة الثانية عند عمر 3 سنوات، والمرة الأخيرة عند عمر 6 سنوات. في الختام طبعا يعني يجب علينا الاهتمام بصحة عيون الأطفال ومراقبة أي أعراض أو علامات مبكرة، لأن العناية اليوم قد تحمي بصرهم غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.